الزمالك وسجرادا. انا اقول لك الشوط الاول الزمالك بدأ بداية قوية ضاغط والدنيا حلوة، بعد كده ايه اللي حصل ما اعرفش. كان في تراجع ملحوظ في لعب الزمالك، تترجم ان فرقة سجرادا بدأت تهاجم وبدأت تعمل كور وتشوط على الجون. تديله الفرصة فريق زي ده يعمل عليك ماتش، مع احترامي لكل السجراداوية يعني لحسن يكون في حد سجراداوي موجود معانا، بس دي فرقة على الله حكايتها. بتديله الفرصة ليه؟ كورقة وقلم كده الزمالك يكسب، لان الزمالك احسن من سجرادا بكتير. اعتقد التشكيلة في الهجوم بالذات مش الطف حاجة. كسيطرة على الكورة الزمالك مسيطر، كاستحواذ على الكورة الزمالك مستحوذ، بس الحقيقة من غير اي فايدة خالص. بيخلص الشوط على كده 0-0، وهنشوف كابتن معتمد هيعمل ايه في الشوط التاني. اوعى تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة، هتشترك هتبقى صاحبي وحبيبي وكفاءة. بينا على الشوط التاني. والشوط التاني بقى الوضع اتغير خالص، مش للزمالك، لا بالعكس ابسوليوتلي لسجرادا. سجرادا كانت بتهاجم والله زي ما بقول لك كده، والاستحواذ كان في الشوط ده 52% لسجرادا. حتى الاستحواذ اللي كان من غير فايده في الشوط الاول اللي ما كانش عاجبنا واتمنعنا عليه اهو بقى مش موجود في الشوط الثاني. في ايه يا زمالك؟ مش دي الفرقه اللي تلعب معاها كده؟ بس كده كده بالتعادل ده الزمالك بيضمن الصعود. مبروك يا زمالك، بس خلي بالك ان الاداء ده كان وحش والماتش كان اوحش. سلام.